مثل ما وعدتكم الساور دو بدقيق الحبة الكاملة، الدقيق الأسمر الصحي بأفضل وأحسن نتيجة ممكن تاخديها بشكل احترافي. اللي بدلكم إنه الشكل احترافي هالارتفاع اللي صاير. الخبز مثل ما انتم شايفين ما يفرش بالعرض، بالعكس ارتفعت للأعلى، عملتنا هالشفة الحلوة هي وهالشق الحلو وهالتمدد اللي صاير عندي بالخبزة. هالخبزة هي معمولة بدقيق الحبة الكاملة اللي بيكون خشن فيه قشور، إذا واضحة معنا. وفي عندي النوع الثاني اللي استعملته واللي كتير حبيته، دقيق الحبة الكاملة الأسمر اللي بيعطيني اللون الغامق تماما واللي بيتحمل يشرب سوائل أثناء العجن. دقيق حبة كاملة أسمر صحي بياخد العقل اللي هو هاد. بتلاقوا حتى سنة أغمق، مطحون ناعم تماما، ما في قشور، بس اخذ كل الفوايد ومطحون كلياته. حتلاقوا اللونين بيشبهوا بعض، لكن هاد الخشن وهاد عندي الناعم. طيب هلا حاليا خلينا نقطع بقى من جوا ونشوف الفرق ما بين هاد وما بين الثاني هاد، وانتوا هتقولوا لي مين رح تفضلوه اكثر، والاثنين بصراحه كتير حلوين. رح نتعلم بهالفيديو كيف نعمل ساور دو بدقيق الحبة الكاملة الأسمر الصحي، بس بهالفيديو الناعم تماما من غير قشور نهائيا. رح نخلي الثاني لفيديو تاني تماما منفصل مشان ما يكون فيديو كتير طويل. بنحصل على خبز رائع، ارتفاع الخبز وصلان ل 8 سنتي، من الداخل طري جدا ومن برا القشرة الحلوة المقرمشة. حابة اقول لكم انه حتى تعرفوا تاخذوا هالنوع من الخبز لازم تفهموا نوع الدقيق، يعني قد ايه الدقيق اللي انتم عندكم اياه بيستوعب من الماء. الدقيق اللي على اليمين هو اللي اشتغلت فيه الناعم تماما، وعلى الشمال اللي هو الخشن اللي فيه قشور. كل اللي بعمله باخد ب3 اطباق، بحط 3 كميات متساوية من الدقيق، يعني مثلا 100 جرام مع 3 أطباق فيهم 100 جرام، أو 50 جرام ما في مشكلة إذا تعمل نص المقدار. طيب مرة بحط كمية ماء أقل، مرة ماء أكتر، مرة ماء أكتر كمان من الاثنين اللي قبلهم، فهيك بفحص نسبة الترطيب. هون مثلا عندي أول طبق نسبة الترطيب 80%، يعني 100 جرام دقيق عليها 80 جرام من الماء. اللي بعده 85%، يعني 100 عليها 85 من الماء. الأخير 90% ترطيب، يعني 100 جرام دقيق عليها 90 جرام من الماء. بعد ما ريحت العجين ساعتين فحصت العجين بإيدي. العجين لو كان صعب إنه يتمط وبيتقطع معناته ناقصه ماء، لو مطاوع وسهل العمل فيه وهيك عم بيتمط كتير حلو معناته ترطيبه ممتاز. لو ملزق بالطبق وملزق بإيدي معناته الماء كتير زيادة. واكتشفت إنه الدقيق الناعم كتير بيقبل ياخد 85% ماء، بيطلع كتير كتير حلو. ولو الواحد شاطر ومتمكن بياخد 90% ماء، وبيطالع لك خبز فيه فتحات داخلية واسعة المسام. أما فيه قشور أنا شفت أحلى نسبة له هي 80% من الترطيب، يعني كل 100 جرام دقيق يقابلها 80 جرام من الماء. نجي على الخميرة. عندك خميرة نشيطة ورائعة ومتفاعلة في الثلاجة، بتسحبي منها 50 جرام. هال 50 جرام هي أنا غزيتها بضعفين وزنها، 100 جرام دقيق و100 جرام من الماء، لأنه أنا كنت محتاجة يكون عندي كمية خميرة كبيرة، يعني كنت محتاجة يكون عندي 250 جرام من الخميرة النشيطة. لو بدك تعملي أنت هالخبزة بس فممكن تغذي بكمية أقل لتعطيكي 100 جرام. طيب أنا لما غذيت بضعفين الوزن فبتاخد معي 6 ساعات لتتفاعل، ففعلا بعد 6 ساعات ونص تضاعفت وعطتني ضعفين حجمها ونص تقريبا. وهيك هذا بدل انه خميرتي في قمة النشاط وجاهزة تعمل معجنات. انا حقدر اعمل بهالخميرة خبزتين، وكمان بزيد منها خميرة لاشياء اخرى. طيب المقادير عندي حاليا: الدقيق عبارة عن 450 جرام، إذا الترطيب 85% فلازم يكون الماء 380 جرام. أنا حاطة 360 لأنه في 20 جرام من الماء رح أدوب فيه الملح، والملح 10 جرامات، والخميرة 100 جرام. طيب هلأ حاليا حطيت المي 360 جرام في بولة العجان، وحطيت فوقها الخميرة باختبار الطفو، طبعا نجحت تماما وطفت على وش الماء. بنحط 100 جرام خميرة. أما خميرتنا البقيانة هي بدي أستعمل مثل ما قلت لكم بأشياء أخرى. هلأ حاليا قلبتها كويس مع بعض المي والخميرة ونزلت الدقيق. بدي أعجن طبعا. هلأ بعجن بالعجان، ما عندك عجان ممكن بإيدك. بالعجان السرعة بتكون بطيئة، ما يغركم تسريع الفيديو، السرعة بطيئة. المفروض العجن لمدة 10 دقايق. طيب بعد 5 دقايق
لازم أضيف الملح. بس أهم شيء قبل ما حتى نضيف الملح وقبل ما نعمل أي شيء لازم نتأكد إنه قلبنا الدقيق اللي في قعر العجان مشان ما يطلع في عنا دقيق مو مخلوط نهائيا بالمي ويبقى عنا فتات ناشف. هلأ بعد ما عجننا 5 دقايق دوبت بال20 جرام الماء البقيانين ال10 جرامات من الملح ونزلتهم وكملت عجن بالعجان. وبرجع بقلكم السرعة بطيئة بس أنا مسرعة الفيديو كتير. هلأ حاليا بنريح العجين داخل بولة العجان لمدة ربع ساعة. واكتشفت طبعا انه حرارة العجين تعتبر ارتفعت بسبب العجن، وصلت 28 درجة مئوية. فهلأ بنريح ربع ساعة، وبعد ربع ساعة طالعتها وبرش لأي سطح عمل بدي أشتغل عليه، رخامة المطبخ، ترابيزة، برشها بالماء، بخات ماء بحيث تكون مرطبة كويس، وبنزل عجين وبريحه ربع ساعة تانية مكشوف على الهواء. طبعا بنلاحظ انه حرارته بتنخفض وبرجع لحرارة الغرفة 25 درجة مئوية تقريبا. هلأ بنبدأ عملية الاسترتشات او المط باسلوب المد والطي، وبحاول اعمل هالموضوع على قد ما اقدر لغاية ما احس انه العجين صار عمال بيقاومني. في الطبيعي بعد راحة النص ساعة اللي عملناها وبنسبة الترطيب اللي أنا حيططها للعجينة رح تقدري إنك تعملي عملية المد والطي 4 مرات تقريبا. وبعدين بتحسي إنه العجين بيصير بقاومك ومالك قدرانة تشديه أكتر ولا يعني تطبقيه على بعضه أكتر، وبتلاقيه فعلا يعني هو بيبدأ بيلتم على بعضه وبيصير قوي عم بيقاومك وبيبقى مرتفع للأعلى. ولما بتحصلي على هذا الشكل فمعناها فعلا هو اكتفى ومالك بحاجة انك تعملي عمليات مد وطوي اكتر من هيك. طيب هلأ حاليا انتم شايفين انا عم بوريكم كيف بتعامل مع العجينة، يعني ما بيأس منها فورا، يعني مو تكتفوا بمرة او 2 فقط مد وطي، لازم فعلا تحاولوا تحصلوا على 4 مرات. طب لنفرض لقيتوا العجين كتير عم بيقاومكم، ممكن تروحي 5 دقايق تغسلي ايديكي وترجعي بال5 دقايق بتلاقيها رجعت مطاوعة معك. اهم شيء دائما نغسل ايدينا ولما نلاقي فيها كتير تلزيق بالعجين، وما نضل حاطين ايدينا على العجين اذا ملزقة. اغسلوا ايديكم ونشفوها وبلوا بعدين ايدكم بنقطة مي وتعاملوا مع العجين. هلأ هون بعد ما خلصت ال4 مرات بغطيها وبترك بحرارة الغرفة تخمر لمدة ساعة. طيب بعد الساعة هي طبعا بتكون عجينتي دلالات انه عم تخمر صح، انه عم ترتفع للأعلى، عم تكبر بالعرض بس قليل، يعني بضل فيه ارتفاع للأعلى. الارتفاع للأعلى هاد دلالة صحية للعجينة انه الجلوتين فيها شغال كتير حلو. هلأ حاليا رشيت السطح ماء وبدي أبدأ عملية فرد العجين على هذا السطح على قد ما بقدر. كل ما قدرتي تخلي عجينتك رقيقة وتفردية أفضل. والعجين بعد الراحة تخمير ساعة رح تصير مطاوعة معك أكتر بالفرد. أهم شي تطولي بالك وتروقي وتبلي دايما إيديكي بنقط مي ما تنشف عشان ما يلزق فيها العجين. طيب هلا فانتوا شايفين طبعا انه بالنص بيكون في عندي سماكه في العجين، فلازم احط ايدي تحت العجينه وابدا احاول اعمل هيك هالتحريكات لحتى اخذ من سمك العجين اللي في المنتصف وامطها. بضل عم بمطها لحتى اوصل على الاقل هيك لهالابعاد بحدود 48 سم طول و40 سم عرض، بتكون صارت رائعه جدا. هلا باخذ الطرف اللي على الشمال وبطبقه للمنتصف والطرف اللي على اليمين بطبقه فوقه. اهم شيء انتم ملاحظين ما شاء الله العجين عندي ما عمال بيتقطع، هذا دليل انه شبكة الجلوتين فيه كتير اشتغلت حلو بسبب العجن اول مرة بالعجان والراحة النص ساعة الاولانية وبعدين الراحة ساعة. هلأ بلف مثل ما انتم شايفين، وفي حركة بقى جديدة بدي اعلمكم اياها، تاخدوا جزء من هذا العجين، جزء صغير يعني يا دوبك 15 جرام 20 جرام ماكسيموم، وتحطوه باي هيك علبة شفافة صغيرة، وهذا رح نسميه معيار التخمير. هذا المعيار كتير مهم في حالة العجاين بالدقيق الأسمر السوردو الأسمر، لأنه بواسطته رح تعرفوا إمتى عجينتكم اكتفت من التخمير. بليت إيدي مي وكورت العجينة، يعني ما بكتفي إنه أنا طبقتها هيك مستطيل، لا بحاول أكور العجينة بحيث ألم الطرفين للأسفل. صارت عندي كرة حلوة بغطيها وبتركها هالمرة تخمر 2 ساعة. ولاحظوا أنا حاطة معيار التخمير الصغير بدءا من هذه المرحلة يعير لي قد ايه عم تخمر العجينه.
بعد ساعتين ما شاء الله لسه عجينتي عاطية ارتفاع للأعلى وما تمددت بشكل أفقي، وهذا أهم شيء، إياكم تلاقوها عم تتمدد بشكل مبالغ فيه. نبدأ عملية الاسترتشات ولكن هالمرة بأسلوب جديد، بدل المد والطوي اسمه أسلوب اللف، وبحاول أعمله على الأقل 3 مرات. 3 مرات رائع جدا، رح تلاقوا العجينة نفسها رح تبدأ تقاومكم. كل مرة من بل إيدينا، ما تنسوا عملية بل الإيدين كتير ضروري. طبعا رح تلاقوها عم بتقاومكم كتير كتير بالمحاولة الثالثة. معلش حاولوا تمطوها بهذا الشكل وتجبروها أنه تعمل عملية اللفة الأخيرة. هلأ هون كورتها كتير كويس، برجع مرة تانية بغطيها وبحطها في درجة حرارة الغرفة عادي جدا تخمر ساعة. بعد ساعة ما شاء الله لسه الارتفاع للأعلى حلو كتير، تمددت بالعرض ولكن تمدد بسيط محافظة على ارتفاع العلوي. وبعيد مرة تانية عمليات الطي باللف، هالمرة بحاول أخليهم 4 مرات، لأنه كل ما العجين ارتاح واختمر كل ما بيعطيني قدرة أكتر إنه أمطه. فأنا برجع بعمل له عمليات لف أكتر، عملتها مرة 4 مرات مشان أقوي أكتر شبكة الجلوتين. طيب يا ترى هلا شو بده يصير؟ هلا بدي ادخل على مرحله التخمير اللي تعتبر طويله. بالشتاء ممكن تطول كتير، ممكن توصل ل5-6 ساعات. بالصيف ممكن ما تاخد وقت. هلا درجه الحراره حاليا انا عندي بحدود 25-26 درجه مئويه، فمعيار الترطيب رح يساعدني اعرف امتى اوقف تخمير. بوقف تخمير لما بتعلى العجينه بمقدار 40%. 40% يعني حتى مو نص كميتها، لا اقل من النص. خلص أخذت معي بالضبط 2 إلا ربع، ممكن ساعتين حسب جو البيت عندك. انتبهي. هلا حاليا بفحص التخمير، بلاقي لما بضغط بإصبعي لجوا بعمق سنتي بيرتد نص الارتفاع فقط. شوف كيف بترتد نص الارتفاع والنص الثاني بضل غاير عادي جدا، ما حدا يقلق، هذا الشيء مزبوط. رح ترتد ولكن بعدين بعد ما تتخمر في القالب. رشيت هلا حاليا كويس كتير سطح العمل بالدقيق الأسمر، ورشيت سطح العجينة وقلبتها. شفتوا كيف اتقلبت ببطء من غير وجود تلزيق شديد في الطبق. هاي القلب المثالية. كمان ظهر العجين مثالي اللي هو ما تفسخ، أهم شيء ما يحصل فيه تفسخات وتشققات أوفر. التشقق لسه في بدايته، لو هذا التشقق صار كبير كتير وعريض كتير اعرفوا انه انتم دخلتوا بزيادة تخمير. هلا كل اللي بنعمله اياكم تطلعوا الهواء من العجينه، تعاملوا معها على انها وساده او مخده رائعه قطنيه ناعمه، بدنا نعاملها بكل رقه. فما بصير نضغط مثل ما كنا نعمل بالسور دو العجين الابيض الدقيق الابيض، هي تعامله مختلف، هي ما بنضغط، هي مجرد هيك بنلفها على بعضها وكأنها غيمه من السماء او كأنها مخده قطنيه. لفيناها بمحاولة مط بسيطة، وأهم شيء ننزل الدقيق أسفلها بواسطة السكريبر اللي عنا، هي رح تساعدك بتنزيل الدقيق أسفل العجين باستمرار. هلا حاليا لفيت مثل ما انتم شايفين بشكل رول، وبعد ما بلف بشكل رول بتلاقوا حالكم عم تلعبوا بقطعة شديدة النعومة. عن جد ما بعرف يعني بصراحة ملمسها أكتر من رائع. يعني لما حتجربوها حتفهموا شعور الملمس الرائع تبع هالعجينة. هلا بنقفل الأطراف بحركة اللي هو سميها عكس عكاس، يعني إيدي اليمين منزل العجين للأسفل وإيدي الشمال مطلع العجين للأعلى. فبهالطريقة بقفل، وأهم شيء كتبين لي إيدي نقطة مي، وبعدين برش بدقيق مكان الرطوبة اللي أخذتها بسبب المي. برجع ببل أصابعي هو بنقطة مي مشان تعرف تقفل لي العجين، ومرة تانية تحت لفوق وتحت لفوق مثل كأني إكسات متعاكسة، وبعدين بضمهم كويس على بعض. ونفس الشيء هشوية الرطوبة اللي اجت بتختفي بسبب الدقيق اللي عمال برشه. بايدي بظبط العجينه مظبوط كتير. هلا بقى بنقلها على بسموها سله تخمير، انا ما عندي سله تخمير، عندي كان قالب سيليكون عادي حطيت فوقه قماشه لازم تكون قطنيه خشنه الملمس كانها كتان، وبرشها بدقيق الرز وبعدين بالدقيق اللي هو الحبه الكامله حبيت ارش اللي فيه قشور. هلا حاليا لسه العجينه بطلعوا كيف التخمير عمال بيزيد. لما ضغطت الاصبع عم ترتد، صارت اسرع شوي، ولسه حترتد اسرع بكتير بعد ما تخمر في القالب، بس مو وقت كبير، فقط اما نص ساعة او 40 دقيقة اللي هي الفترة اللي بده يسخن فيها الفرن تقريبا. تحايلت على الطول الزيادة اللي في قلبي بانه حطيت اسفل القماشة شوية اكياس نايلون، وبهالطريقة زبطت قالبي مزبوط على قد عجينتي. ولو لاحظتوا تحت القالب السيليكون أنا حطيت
قالب معدني مشان بس أحكم تمدد العجينة، لأنه ممكن العجينة بقوة التمدد تخلي القالب السيليكون يتمدد بزيادة، فالقالب المعدني بيحكم التمدد هاد. وغطيت تركتها ترتاح مثل ما قلت لكم يا دوبك يا اما نص ساعه يا اما 40 دقيقه. بهالوقت انا مشغل الفرن. شايفين كيف خلاص اختمرت جوا القالب؟ تمام. ضغطت باصبعتي على علامه الاختمار انه بترتد الضغطه من غير ما تترك اثر بعد يا دوبك 5 ثواني. رشيت الوش بدقيق الرز ودقيق الحبه الكامله. حطيت مفرش سيليكون كان عندي مقطع، بصراحه هو من ايكيا عادي جدا بس قديم مقطع. حطيت النصين، حطوا طبقتين مفرش سيليكون وورقه الزبده لمجرد بس اعرف اشيل العجين. يعني ورق الزبدة هو وظيفته كان بس اني ارفع العجينة، بس مفرش السيليكون هو اللي حيحميها من الحرارة. وكمان طبعا دقيق الرز اللي مرشوشة فيه. هلأ بالشفرة بقطع بشكل مائل زاوية 45 مرتين لحتى اوسع شوي الفتحة. بعدين عملت بالطبقة السطحية بشكل مايل، بعمل ثالث تجريح اللي هو فقط للجزء السطحي العلوي تماما من العجينة. يعني أول مرتين في العمق، الثالثة كانت فقط للسطح الخارجي من تقدر تقول عليها الجلد تبع الخبزة أو قشرة الخبزة. طبعا صينيتي بالغطا كانوا في الفرن سخنين مولعين، لذلك أنا طالعتهم بالفوطة لأنهم مولعين تماما، لأنه كانوا سخنين على درجة حرارة 270. ولما دخلت الخبزة بدخلها بوطي الحرارة على 250 وتركتها نص ساعة. بعد نص ساعة شلت الغطا وتركتها 12 دقيقة بدرجة حرارة 230. بعد ال 12 دقيقة بس لفيتها جوا الفرن لحتى أتأكد توزيع الحرارة كويس، تركتها تكمل 12 دقيقة تانيين بدرجة الحرارة 230 وبعدين طالعتها. أهم شيء بنطالعها بنحطها على رف شبك لمدة يعني على الأقل 4 ساعات. وأنا بطلب منكم ما حدا يقطعها بصراحة قبل 5 أو 6 ساعات لحتى تتخلص بالكامل الساور دو الأسمر من كافة الرطوبة الداخلية. لو قطعته بسرعة أو هي سخنة بدي أقولكم أنه من جوا تتحول لعجينة، لأنه الدقيق الأسمر تعامله غير تعامل الدقيق الأبيض تماما. بيحفظ الرطوبة بشكل كتير رهيب وبيحتاج وقت ليتخلص منها لوحده بهدوء لما يبرد. وبس الوصفة كتير سهلة، تقيدوا بكل الملاحظات لتحصلوا على أحلى ساور دو مرتفع وطري. وألف صحة وهنا مقدما على قلبكم.